ادي جماهير السد متعطشه وعاوزه طبعا يعني فوز. عرقله وانذار طرد، ممكن يدي طرد لفيليبي، ضرب بدون كوره. ادي ويليامز والطرد الثاني لنادي السد القطري. بص حضراتكم طبعا يعني ويليامز هنا اللاعب فيليبي جورج بيضرب الراجل بعد الكوره. شوف حضراتكم اللي هنا ادي الطرد الثاني مع نادي السد. شوف حضراتكم الطرد الثاني بالنسبه له. ادي محاوله وفي ضرب هنا بقى في احداث ومنعطف اخير واخر ثواني احداث الشوط الاول. ادي فيليبي بيطرد طبعا، ضرب هنا في ضرب واضح جدا. والنجف العراقي قرار جاسم قرار وباسل قرار. يا ولد يا ولد يا ولد، ركله جزاء جميله. الهدف الثالث بالنسبه لنادي النجف العراقي. ودي هنا فيليبي طبعا كانت في لقطه معبره تماما عن الخساره. و3-1 تغير غير طبيعي في احداث المباراه. احبائي الكرام بيشهد الان وتقدم ازرق مره ثالثه عن طريق اللاعب قرار جاسم عن طريق ركله الجزاء. شوف اللي حاططها جميله جدا، وحاططها على يسار حارس المرمى باسل زيدان لتعلن عن الهدف الثالث بالنسبه لنادي النجف العراقي. مباراه تاريخيه بالنسبه للمدرب عبد الغني شاهد، انما الاحداث خدمته. طرد اللاعب فيليبي جورج كان مؤثر جدا، بينما تبديل خلفان ابراهيم خلفان طبعا تفرق. مخزون بدني بدا يقل. محاوله ثانيه خطيره جدا في 18 محاوله، ولكن هنا يحاول طبعا لاعبي نادي السد ان هم يقوموا بقى اللاعب قرار جاسم. ممكن ولا مين؟ نشوف. شوف الكوره، ادي كوره تاني على طول مساعد الحمد. ادي مساعد الحمد هناك بسوريا امام الكرام السوري. كرة اماميه ثانيه خطيره الان. محاوله باسل زيدان طالع ركله جزاء. ركله جزاء الثانيه. مش ممكن اللي بيعمله باسل زيدان ده يا جماعه. دي ركله جزاء حقيقيه واضحه تماما. وادي هنا عرقله بتاع اللاعب باسل زيدان واعتراض هنا من حارس المرمى. وادي ثقافه وكيفيه الخبره. ادي باسل طالع مش لاعب على الكوره خالص هنا، مش لاعب على الكوره خالص هنا. باسل زيدان لاعب على عرقله اللاعب واضحه جدا. يعني ركله جزاء هي ركله جزاء حقيقيه بكل معانيها على حارس المرمى باسل زيدان. وسط الملعب المره دي شوفوا بيقابلوا بعض ازاي. عاوز يروح طبعا وانطلاقه ثانيه خطيره وادى بره. شوف ادى بره ولا ادى جوه. ادى انذار لمين؟ هنشوف. لاعب رقم 4 هنا انا اعتقد ان هي جوه. هنشوف ونتابع احبائي الكرام. شوفها في الاعاده ثاني. عدى هنا عدى من بره. انا مخطئ جدا لان الكره فعلا من بره. الماسكه هنا بص حضراتكم ادي ما وصلش الخط. يبقى الماسكه من بره. حاجات غريبه جدا بتحصل النهارده في اللقاء. بص جايبه ازاي. مش ممكن يعني عبد الله البريك يعني بيلقي القبض عليه، مش بيعمل معاه فاول. ضربه حره مباشره.